في عالم غامبول المدهش يظهر لغز غامض يتعلق برأس فأر يطلب النجدة. يظهر مرسوما على الجدران في أماكن مختلفة، واللافت للانتباه في الأمر أن هذا الرأس يظهر غالبا عندما يكون غامبول وداروين في المشهد، ونادرا ما يظهر بجانب شخصيات أخرى، كما أن نظراته تبدو دائما موجهة إليهما تحديدا، وكأنه يحاول إيصال رسالة استغاثة بينما لا يبدي اهتماما بأي شخص آخر. بنانا باربرا والفن كرسالة. لفهم هذا اللغز قد يكون مفتاح الحل هو بنانا باربرا، والدة بنانا جو، والتي تمتلك قدرة خارقة في الرسم، كما أنها صرحت بأن الفن رسالة. وقد رأينا في حلقات سابقة كيف أن لوحاتها يمكنها التنبؤ بالمستقبل أو إيصال رسائل غامضة. هذا يطرح احتمالا مثيرا: ماذا لو كان هذا الفأر قد تواصل معها بطريقة ما ودفعها دون وعي إلى رسم تلك الصورة المتكررة؟ بالنظر إلى قدرات الفراغ والزمن في عالم غامبول، قد يكون هذا الفأر قد أرسل نداء استغاثة عبر التخاطر لتصل رسالته إلى غامبول وداروين من خلال بنانا باربرا. لكن من يكون هذا الفأر؟ عند البحث عن هوية الفأر الغامض نجد أن عالم غامبول المدهش يحتوي على العديد من الفئران، مثل فئران المجاري، الفأر والد ريتشارد، الفأر الموجود في العلبة، والفأر الموجود في اللعبة. في البداية كنت أظن أن الفأر في اللعبة هو صاحب النداء، لكن مقارنة ملامحه مع الصورة المرسومة تشير إلى أنه أقرب إلى العجوز لوي، زوج الجدة جوجو، وهذا يجعلنا نذهب إلى فصل آخر من هذه النظرية. هل العجوز لوي ميت؟ لكن هنا تظهر مفارقة غريبة. الرسم يبدو كهيكل عظمي أو جمجمة، مما قد يعني أن هذا الفأر ميت. فكيف يمكن لشخص ميت أن يطلب النجدة؟ الإجابة تكمن في واحدة من أكثر اللحظات الغامضة في المسلسل، حينما قامت الجدة جوجو بطريقة غير مباشرة بإرسال العجوز لوي إلى الفراغ. في تلك الحلقة شاهدنا كيف تسبب غضبها في ابتلاع الفراغ له بالكامل، مما أدى إلى اختفائه التام. لكن ماذا لو لم يكن هذا مجرد اختفاء؟ ماذا لو منحه الفراغ قدرات جديدة مثل التخاطر عبر الزمن؟ التخاطر عبر الزمن وإرسال الرسائل الغامضة. هذا يفسر كيف استطاع العجوز لوي التواصل مع بنانا باربرا في الماضي، ودفعها دون وعي إلى رسم صورته في محاولة لإيصال نداء استغاثة إلى غامبول وداروين. لكن هناك دليل آخر على أن لوي كان على علم بمصيره قبل أن يقع فيه، وهو أنه في إحدى الحلقات رأينا عندما أراد غامبول وداروين الانضمام إلى شلة المدينة، طلب منهم العجوز عطوة إرسال رسالة إلى العجوز لوي، وقال: مسكين لوي، سنشتاق إليه. لكن لماذا سيشتاقون إليه إذا كان لا يزال موجودا؟ هذا يشير إلى أن العجوز لوي كان يعلم أنه سيبتلع في الفراغ، وربما حاول تحذير نفسه في الماضي لتغيير مصيره. وهذا يجعلنا ننتقل إلى فصل آخر: محاولات لوي لتغيير مصيره. ربما لهذا السبب قبل اختفائه بدأ بمحاولات للتقرب من عائلة واترسون، مثل أنه في إحدى الحلقات أعطاهم شيكا منحهم النقود وحاول كسب حبهم على أمل أن يساعدوه في المستقبل. كما أن زواجه من الجدة جوجو قد يكون جزءا من خطته، حيث ظن أنه إذا أصبح جزءا من العائلة فلن يحصل له مكروه، لكنه لم يدرك أن هذا القرار هو الذي أدى إلى سقوطه في الفراغ في النهاية. العجوز لوي لم يختفي تماما. لكن هناك مفاجأة أخرى. في إحدى الحلقات عاد العجوز لوي بحساب جديد على الإنترنت، وأرسل طلب صداقة إلى غامبول وداروين. هذا يشير إلى أنه وجد وسيلة جديدة للتواصل غير الرسومات الجدارية. يبدو أنه تخلى عن بنانا باربرا كوسيلة لنقل الرسائل، وبدأ باستخدام طرق أخرى مثل الإنترنت أو حتى الأحلام،
حيث رأينا في إحدى الحلقات بأن غامبول وداروين حلما بأن جدة جوجو حبست العجوز لوي في الفراغ. لكن هنا يظهر سؤال كبير، وهو لماذا لم يخبرهم بالحقيقة مباشرة؟ الأمر واضح، إذا كان العجوز لوي يسعى لإنقاذ نفسه فلماذا لم يخبر غامبول وداروين بالحقيقة مباشرة؟ الجواب بسيط جدا، لأنه يخشى أن يتسبب ذلك في خلل في الزمكان. لو كشف لهم عن كل شيء بوضوح فقد يؤدي ذلك إلى اضطراب في سير الأحداث، وربما يغير الواقع بطرق كارثية. لهذا السبب اختار أن يرسل إشارات مشفرة عبر الرسومات، التخاطر وحتى الإنترنت، على أمل أن يتمكن غامبول وداروين من فك اللغز وإنقاذه قبل فوات الأوان. لكن غامبول وداروين لم يشاهدا تلك الرسمة الموجودة في كل مكان، وهكذا نكون قد حللنا لغز الرسمة الموجودة في الجدران التي يظهر بها رأس الفأر وهو يطلب النجدة. إذا أعجبتكم النظرية فلا تنسوا الاشتراك في القناة وإعطاءنا ملاحظاتكم في التعليقات، وشكرا لكم يا أساطير.